السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا دلوقتي هنعمل كشري. ده ربع كيلو عدس بجبة، ونحطين عليه 3 كوبايات مية اهو، كوبايات اللي هي كوباية العصير اللي هي الكوباية ديت. ونحط عليه بصلة فشرينها، تفرمها على الكبة، تقطعها بالسكينة زي ما انت عايزة، المهم تقطعها حتت صغيرة كده. ده ربع كيلو عدس بجبة مع بصلية كبيرة. ودي نص كوباية زيت، نص كوباية يعني كوباية مش كبيرة، كوباية الشاي الصغيرة. ونحط معاها 2 مكعب ماجي، زي ما حضراتكم شايفين كده. ده الكشري ده بقى كده بنسوي العدس، بناخده نص سوا الاول، وبعد ما يستوي نص سوا نجي منزلين عليه بالرز. تابعوا معانا كده وهتشوفوا لحد اخر حاجه. بصي يا حبايبي، انا سلقت العدس اهوت، يعني نص سلقه زي ما حضراتكم شايفين كده، والميه بتاعته زي ما حضراتكم، عشان زودت كوبايه ميه تاني لان هو بيشرب ميه. انا كنت حاطه 3 كوبايات وحطيت كوبايه تانية، يبقى كده 4. وهو بالسمك ده كده احط الرز بتاعي، وهوريكم برضه لو عوزنا ميه تانية ولا لا. ده نص كيلو رز. نحط كمان نص كوبايه ميه كده. كده حطينا كله 4 كوبايات ونص ميه، وحطينا 2 مكعب ماجي زي ما حضراتكم شفتوا، وحطيت معلقه ملح صغيره، وتدوقوا لو عايزين ملح تاني هنزود، مش عايزين خلاص. فكده خلاص، كده خلص معانا كده العدس والرز مع بعض. تابعوا معانا كده يا حبايبي. دي ربع كوبايه زيت اهي، الكوبايه الصغيره بتاعت الشاي ربعها، زي ما حضراتكم شايفين كده. حمر بها التومه بتاعت الصلصه بتاعت الكشري، ودي معلقه كبيره تومه. نحمرها معانا كده لحد ما تاخد معانا الشكل، ما نحمرهاش قوي، الشكل اللي يعني الذهبي كده، ممكن اقل من كده كمان. وتبدا تاخد الشكل الذهبي كده، واجي حاطه الصلصه بتاعتي والخل. تابعوا معايا كده. بصي يا حبايبي، احنا خليناها هو الشكل الذهبي ده، ونحط بيه نص كوبايه، نص فنجان يعني زي ما حضراتكم شايفين. ده الفنجان بتاع القهوه. ده خل. وده كيلو ونص طماطم، انا عاملاه كده، بعمله بحطه في الفريزر، بعمله صلصه كده بحطها في الفريزر. ده كيلو يعني كيلو متعصر كده. حطينا ايه؟ حطينا كيلو طماطم معصج معمول صلصه، وكوبايه ميه عليه كده، كوبايه اللي هي الصغيره. ونحط معاه نص معلقه صغيره كده فلفل اسود كده تتسبك معانا. وحط بقى ايه؟ معلقه شطه. ولو حد طبعا كله مع حد، كلنا عارفين ان الكشري بيحب الشطه، بس احنا بنحط معلقه كده في الصلصه بتاعتنا. واللي يحب اكتر من كده دي معلقه كبيره، واللي يحب اكتر من كده بيزود بقى على الطبق بتاعه. ما بنحطش يعني ايه شطه اكتر من كده دلوقتي. ونحط معانا 1 مكعب ماجي، نحط معانا مكعب ماجي كده، وهوريكم معانا بعد ما تتسبك. بصي يا حبايبي، انا كده ده الرز اللي انا عملته هو والعدس مع بعض، سويته مع بعض، خليت العدس خد نص السوا، وجيت نازله بالرز بتاعي زي ما حضراتكم شفتوني كده، مفلفل اهوت ولا معجن ولا حاجه، بالطريقه الحلوه ديت. وده حمص الشام. حمص الشام ده انا نقعته لمده نص ساعه الاول، وبعد كده سويته، مستوي معايا اهو زي الفل. وده البصل بتاعي، البصل اللي بنحطه على وش الكشري واحنا بناكل اهو، متحمص. ده البصل بتاعي.
ودي الصلصه بتاعت السمك ده، يبقى سمكها كده. ده كيلو طماطم عاملاه صلصه اهو، كيلو طماطم. وشفتوا التومه اللي انا حطيتها، معلقه تومه ونص فنجان خل ومكعب ماجي، والشطه بتاعتي حطيت معلقه، وعلى حسب زي ما قلت لكم، لو عايزين تزودوا شطه بتزودوا. ودي المكرونه بتاعتي، نص كيلو مكرونه سلقته، مكرونه الصغيره المقصوصه، ده نص كيلو مكرونه. لو عملتوه بنفس الطريقه ده هيعجبكم جدا جدا، تعملوه وتاكلوه بألف هنا وشفا. وما تنساش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيبي، احنا عملنا الطبق الكشري بتاعنا بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. لو عملتوه بنفس الطريقه هيعجبكم جدا جدا، تعملوه وتاكلوه بألف هنا وشفا. ما تنساش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.